اهلا يا برج الحمل، تعالى نشوف مشاعر الحبيب تجاهك ونواياه في الوقت الحالي. يلا بينا. ده واقف لك وقفه مش حلوه يا برج الحمل. ليه؟ عملتي ايه فيه؟ طيب واضح يا برج الحمل ان دي ممكن تكون علاقه ثلاثيه. والحبيب واقف لك عشان الموضوع دوت، عشان في اختيار لازم يتعمل. بس على الرغم من ده هو بيشوفك العالم بتاعه، وان هو وبيبين، بس هو بيبين لك ان هو مبسوط وسعيد ومفيش حاجة. بس طبعا يعني هو واقف لك، يعني مستنيك. هو شايفك كمان يا برج الحمل ان انت قاعد رايق جدا ومفيش حاجة وعايش حياتك ومبسوط وسعيد ومن غيره، فده مخليه مستحلف لك اكتر. دي الطاقة اللي جاية لي. بس رغم كل دوت هو مستعد يتعاون معاك. لو جيت واتكلمت معاه كده بهدوء هيتعاون معاك وهيتكلم معاك عادي جدا. هو ممكن يكون متضايق وحاسس ان انت كمان اتكلمت مع ناس في الموضوع دوت، وممكن يكون اتفقت عليه. اتفقت على حاجة ضده، ممكن تكون شايف ان هي يعني في مصلحتك بس هي ضده الى حد ما. ممكن ازاي بقى تتلاعب وازاي تضغط عليه بان هو يوافق بالوضع بتاع الطرف الثالث. طيب خلينا نشوف نواياه تجاهك يا برج الحمل. نواياه تجاهك. هو هيصبر، هو صابر عليك، مستني يشوف اخرتها ايه من الاخر، عشان هو عارف في الاخر ان هو اللي هيكسب. انت وحشه جدا ونفسه يشوفك، بس في نفس الوقت هو واقف، يعني واقف عشان مش عايز العاطفة تيجي على العقل، ولا العقل يجي على العاطفة. هو واقف لك. انت عملت فيه ايه؟ ها؟ عملت فيه ايه برج الحمل؟ قول لي بصراحة بكل وضوح. ف هو عايز يتكلم معاك بالعقل من الاخر. طيب كده يبقى احنا عرفنا نوايا ومشاعر الشريك لبرج الحمل. وقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم ايه.